اللي ما يعرفش احمد شاهين لاعب في دوري الدرجه الثانيه بيلعب في نادي المنصوره، ما تعرفش عمل ايه؟ خليك معايا وانت تعرف عمل ايه. احمد شاهين كل اللي كتبوه عنه لاعب المنصوره يعلن اعتزاله كره القدم نهائيا بعد وقعه المدرب. ايه اللي حصل؟ نزل في الدقيقه 60، خرجوا المدرب في الدقيقه 70. طبعا اللاعب كان بيعيط وبيبكي ومحدش هيحس باللي هو فيه غيره. الكلام اللي انا بقوله ده مش دفاعا عن اللاعب. طبعا اللاعب غلطان، غلطان في ايه؟ بعد ما خرج وخلاص خارج، هوب راح فالت من المدرب المساعد، وهوب راح جاري راح زائق المدرب وقعد. بعد كده خرجوه، قعدوا على الدكه تاني، يعني المدرب تمام. احمد شاهين زقه، قعدوا على الدكه. الفكره كلها ما حدش هيحس، طبعا الناس كلها تخش تهاجمه. طبعا ما حدش هيحس بيه غيره، او لو غير كان في مكانه. ليه بقى؟ لاعب سايب على نفسه. معنى ان انت تنزلني وتخرجني في ساعتها، طب العيب فيا؟ هل انا وحش؟ وبرضه بقولها تاني، مش مبرر ان هو يعمل كده، ولكن هي لحظة انفعال وهو ما عرفش يسيطر على نفسه، وخلى الموضوع اتطور بزيادة عن اللازم. كنت ممكن تكون لاعب احسن من كده وعندك حسن تصرف احسن من كده، وطبعا الغلط انا بجيب الغلط من المدير الفني. كنت ممكن تقف انت على الخط وتناديه وتواسيه وتقول له معلش حصل حاجه غلط مني، فانا بحاول اعدل بس الغلط، لكن العيب مش منك. يعني تتكلم معاه. لكن انت كمدرب برضو بصراحه كنت مستفز. انت قاعد على الدكه وبتضحك، وحتى لما زقك بتضحك. مش عارف هل انت مثلا ضده ولا عايز تنهيه ولا عايز تنهي عليه. مش عارف، انك تنزله وتخرجه في ساعتها دي مش حاجه حلوه لاي لاعب في الدنيا، ولو لاعب في الدوري الممتاز ممكن يعمل نفس العمله دي. كل واحد حسب الطاقة والحاجة اللي عنده خرجها ازاي، عمل ايه. لكن التصرف بتاع احمد شاهين ما كانش تصرف حلو جدا قدام الكاميرات. في ناس تانية بتخش اوض اللبس وممكن تتخانق صدقوني مع المدير الفني ويحصل اكتر من كده، بس عشان في المداري فبيتداري عليه. لكن ده عشان كان على الملعب كله والكاميرا جايباه، فهيتعاقب طبعا عقوبة كبيرة جدا لو رجع عن قرار الاعتزال بتاعه. ده كان كلامي عن احمد شاهين. الله اعلم بقى ايه رايكم انتوا في الموضوع، ولكن انا شايف ان وجهة نظري ان المدرب هو اكتر واحد غلطان في الموضوع اكتر من اي حد في الدنيا.